ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بسكوت العيد من الحاجات السهلة جدًا والبسيطة، ومن نواعم العيد البسيطة جدًا، بس في ناس كتير مش بتعرف تضبطه أو مش بيطلع مضبوط معاها. هاقول لكم على كل حاجة وتفاصيل كتير إن شاء الله هتخلّيه يطلع معاكم ناجح من أول مرّة. كمان هيبقى محتفظ بالرسمة بتاعته زي ما أنتم شايفين كده، وهيحتفظ بحجمه ورسمته وكل حاجة. كمان دايب وهش وطعمه تحفة مع كوباية شاي بقى كده، يعني حاجة فخمة جدًا. يا ريت قبل ما نبتدي الفيديو تعملوا لي لايك كتير للفيديو ده وتشتركوا كمان في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل وصفة جديدة إن شاء الله تقدروا تشوفوها وييجي لكم إشعار بيها أول بأول. واللي متابعيني على الفيسبوك شير كتير أرجوكم عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين. أول حاجة معايا المقادير زي ما انتم شايفين كده سهلة وبسيطة، 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وكمان معايا 650 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ و350 جرام من السكر البودر. معايا كمان فانيليا وريحة برتقان للي حابب. كمان معايا حليب بودر، ممكن كيس زي كده أو معلقتين كبار من الحليب البودر، وممكن تستغني عنه مش لازم يعني. كمان معايا بيكنج باودر هاخد منه معلقة صغيرة، وأهم حاجة بقى في كل ده هو الدقيق. الدقيق لازم يكون أنتِ مجرباه قبل كده ونجح معاكِ، أو تجيبي دقيق من السوبر ماركت يكون مكتوب عليه للكحك والبسكوت. فأنا الدقيق ده مجرباه ونجح معايا كتير جدًا، فخلاص عرفته فبقيت أجيب منه على طول. تمام. بس هي دي كل المكونات. هنبتدي بقى نجيب العجان. أنا باوريكم إن الزبدة طرية مش متماسكة أوي، يعني كانت في التلاجة وطلعتها فكِّت شوية. هاحط في العجان الزبدة وبعدين هاحط السكر البودرة وهاضربهم كويس جدًا. لازم يتضربوا حلو أوي لغاية ما اللون يفتح معايا ويعمل فوم كده ويبقى الخليط كريمي، أهو زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. ممكن الخطوة دي تعمليها بالمضرب الكهربي مش لازم عجان. هابتدي بقى أحط البيض. البيض بدرجة حرارة المطبخ ضروري جدًا زي ما قُلت لكم، هاحطه بيضاية، بيضاية. لازم أحط بيضاية، بيضاية عشان الخليط عندي ما يفصلش الزبدة والسكر لو حطيت البيض مرة واحدة. خلّي بالكم الخطوات البسيطة دي بتفرق في نجاح البسكوت. هابتدي أحط البيضاية التانية وهاضرب. أول ما البيضاية تختفي هانزل بالبيضاية اللي بعدها على طول، لغاية ما أخلّص ال4 بيضات كلّهم. بعد كده هابتدي أنزل بقى بريحة البرتقان أو فانيليا، يعني زي ما تحبّي. أنا حطيت نقطة فانيليا بسيطة جدًا مع ريحة البرتقان عشان أتأكد إن ما فيش زفارة بيض خالص، وكمان ما أكتّرش أوي في الفانيليا عشان خاطر طعم الزبدة يبان معايا في البسكوت. بعد ما ضربتهم كويس هابتدي أنزل بالدقيق. طبعًا أنا نخلته، ضروري الدقيق يتنخل، وأحط عليه ذرة ملح بسيطة جدًا، وهانزل بيه كلّه مرّة واحدة على الخليط زي ما أنتم شايفين كده. هاحط بقى معلقة صغيرة من البيكنج باودر أو نُص معلقة كبيرة، وكمان هاحط الحليب البودر وده اختياري وعشان خاطر بيدّي لون حلو للبسكوت. البيكنج باودر ما تكتريش فيه عشان البسكوت ما يكبرش أوي معاكِ والرسمة منه تروح. خلاص أنا لمّيت العجينة بس ما عجنتش كتير، وجبت التِّب اللي أنتم شايفينه ده المِشْت، ده أكبر حجم. يعني لمّا تيجي تشتري قولي له عايزة التِّب بتاع البسكوت الحجم الكبير. هاخد بقى جزء من العجينة في كيس الحلواني زي ما أنتم شايفين كده. مش هاخد كتير، يعني مش هاخد كتير عشان ما اقعدش أضغط على العجينة فترة طويلة وأعجن فيها كتير جوّه الكيس، العجينة تنشف منّي وتبوظ. هاجيب بقى الصاج بتاعي يكون صاج ألمونيا عادي جدًا ما فيهوش أي حاجة خالص، وهانزل بالكيس الحلواني زي ما أنتم شايفين كده، باثبّت إيدي وأسحب وأقطع البسكوتة بالحجم اللي أنا عايزاه. عايزاها بقى طويلة شوية، قصيّرة، ده يرجع لِك أنتِ. أنا هاطوّل معاكم بس في الحتّة دي شوية عشان في ناس مش بتعرف تضبط إيديها في قطعة البسكوت بالشكل ده. تمام. باحط المِشْت كده بالشكل ده، أسحب لورا وبعدين أقطع البسكوتة. واحدة، واحدة كده هتلاقي إيدِك ماشية مع الموضوع كويس جدًا وسهل أوي. زي ما أنتم شايفين كمان العجينة سلسة وجميلة وطرية ومش هتتعبِك خالص في التشكيل.
أهو زي ما أنتم شايفين كده جِبت لكم التصوير من زاوية تانية قريبة شوية عشان تشوفوا أنا باعمل إزاي البسكوت بكيس الحلواني. عايزة أقول لِك إن أنتِ ممكن تعملي نفس الطريقة دي بنفس المقادير في المكنة، بس هنعمل إيه، هنزوّد شوية دقيق كمان، يعني حوالي ربع كيلو من الدقيق، يعني كيلو وربع دقيق على نفس المقادير اللي أنا حاطاها دي، وتبتدي تعملي بالمكنة ما فيش أي مشكلة خالص. بس أنا عن نفسي باستسهل كيس الحلواني بيبقى أسهل وأسرع كتير جدًا، وكمان النتيجة بتبقى حلوة أوي. خلاص أنا هاخلّص الكمية كلّها عندي وأكون مشغّلة الفرن على درجة حرارة 160. هادخّل البسكوت بتاعي، هاحط الشبكة في آخر رف فوق خالص، مش في النُص، لأ هاحطها فوق خالص في آخر رف فوق، وهاحط البسكوت عندي. وخلّي بالكم بقى من التسوية، إن بعد شوية يعني أمّا أحس إن هو خَد لون من تحت ومسك نَفْسه، باهدّي الحرارة على درجة حرارة 130 علشان يبتدي ياخد لون حلو معايا، إنما لو سِبت درجة الحرارة 160 زي ما هي، هياخد لون من تحت وهيبتدي هيبقى يعني لونه فاتح أوي من فوق، فهنضطر إن إحنا نطلّعه بالشكل ده فعشان ما يتحرقش من تحت، إنما لمّا نهدّي النار عليه شوية في نُص التسوية هيبتدي ياخد لون حلو زي ما أنتم شايفين كده. لونه حلو جدًا، عايزاه أفتح من كده براحتك أو أغمق، اللون ده بقى يرجع لِك أنتِ. طبعًا مش هنخرّجه من الصاج خالص غير لمّا يبرد تمامًا، لإنه أول ما بيطلع بيبقى طري، لازم نسيبه يمسك نفسه شوية وبعد كده نبتدي نحرّكه من الصاج. شايفين بقى هش وجميل وتحفة، ريحته حلوة، قوامه حلو جدًا، محتفظ بالرسمة زي ما أنتم شايفين كده. هو هيكبر سِنّة بس معاكِ في الفرن، حاجة بسيطة جدًا، لكن هيفضل محتفظ بقوامه ورسمته زي ما أنتم شايفين كده. هش أوي بيدوب ذوبان أحلى من أفخم محل حلواني. جربوه إن شاء الله هيعجبكم جدًا. يا رب تكون الطريقة عجبتكم والفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناة. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين، مع ألف سلامة.